ليلة النصف من شعبان اللي هي بكرة، 14 شعبان اللي هو بكرة، من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر. إيه اللي يحصل يا عم الشيخ؟ اسمع بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. قال صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه ابن ماجه والبيهقي: إن الله عز وجل لا يطلع في ليلة النصف من شعبان، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجماله ويليق بجلاله ويليق بذاته ويليق بسلطانه، فيغفر لجميع أهل الأرض ويعفو عنهم ويقضي لهم حوائجهم. ربنا يغفر لجميع أهل الأرض أيا كان، عاصي ومذنب، صالح وطالح، إلا كم واحد؟ لفظ الحديث فيه 2، المشرك والمشاحن. بس أنا بقى هوسع لك الموضوع شوية، ومش هيبقى مشرك ومشاحن وبس، أنا هعد لك 6 أصناف من الناس. 6 أصناف من الناس بكرة السبت من بعد المغرب ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل لهم عمل ولا يرفع لهم دعاء ولا يقبل منهم أي شيء. 6 من الناس هقولهم لك وكل نوع بالدليل، علشان لو انت منهم تراجع نفسك وترجع لربنا سبحانه وتعالى. فاسمع بعد ما تصلي على رسول الله. أول نوع من ال6 اللي ربنا مش هيغفر ليهم في ليلة النصف من شعبان وغيرها، في ليلة القدر، في يوم عرفة، في رمضان، الاثنين والخميس، أي يوم في السنة ربنا بيتقرب مننا فيه، ال6 دول ربنا مش هيستجيب لهم أي حاجة خالص. مين هم يا عم الشيخ؟ أول واحد الإشراك بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. بس أنا عايز ألفت نظرك لحاجة. الأبراج، أنت برج إيه؟ شغل الفلك، الخرزة الزرقاء، حظك اليوم، سلسلة الحظ، معرفش إيه، كل دي حاجات ممكن تخليك تشرك بربنا وأنت مش واخد بالك سبحانه وتعالى وجل في علاه. الإسلام بس مش تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ما هو ممكن يكون شرك وما يخرجكش عن الملة، فتخلي بالك. يبقى أول نوع الإشراك بالله. إيه الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رقم 2 الناس اللي بتجاهر بمعصية، اللي ماسك التليفون بتاعه وبيصور في ايديه ازازة الخمر، اللي ماسك التليفون بتاعه وبيصور جنب واحدة عريانة، اللي ماسك التليفون بتاعه وواحد بيصوره وقاعد بيرقص في فرح وماسك المطوة عمال انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى سترك، ربنا سبحانه وتعالى خفاك عن أعين الناس، بتفضح نفسك قدام الناس. ايه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، يعني كل أمة النبي محمد ربنا يعفو عنهم إلا المجاهرين، اللي يعمل الذنب بالليل وربنا يستره، يصحى الصبح يتصل على صاحبه: ده أنا عملت امبارح كيت وكيت 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 وكيت، ربنا سبحانه وتعالى ما يعفاش عنه ولا يغفر له ولا يسامحه. كده 2. رقم 3 العاق لوالديه. عاق الوالديه ربنا ما يتقبلش منه أبدا. عاق الوالديه ربنا ما يعفاش عنه. عاق الوالديه ربنا ما يغفرش له. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يتقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. عارف يعني ايه صرفا ولا عدلا؟ يعني لا فرض ولا سنة. يلي بتسب دين ربنا لأمك وأبوك اسمع، ويلي بتفضل مراتك على أمك وأبوك اسمع، ويلي بتدخل من باب اللي ورا معاك كيسة سمرة فيها أكل وفيها شرب عشان ما توراش لأمك وأبوك وتطلعها لزوجتك اسمع، ويلي بتضرب أمك ويلي بتهين أمك ويلي بتسب دين ربنا لأمك اسمع. 3 لا يتقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا سنة، لا فرض ولا نافلة منهم. العاق لوالديه. رابع واحد قاطع الرحم، اللي بيقطع رحمه
واللي مخاصم عمامه، واللي مخاصم اخواته، واللي مخاصم جيرانه، واللي مخاصم خالاته، واللي مخاصم الدنيا كلها ومش عاوز يبص لحد، قاطع الرحم ربنا ما يعفاش عنه. مين تاني؟ المدمن، مدمن الخمر، مدمن البانجو، مدمن الحشيش، مدمن السجاير، مدمن المخدرات، ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبلش منه أبدا. سادس حاجة الشحناء والبغضاء بين الناس، اللي مخاصم الناس، اللي بياكل حقوق الناس، اللي ظالم الناس، اللي ما بيكلمش الناس. طب ايه دليلهم يا عم الشيخ؟ اسمع بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. في ليلة القدر تقابل سيدي رسول الله مع سيدنا جبريل، فقال النبي لجبريل: يا جبريل ماذا فعل ربك بأمة محمد؟ ربنا عمل معاهم ايه؟ فقال جبريل: ان الله عز وجل غفر لأهل محمد ولأمة محمد، وعفى عنهم وسترهم وتقبل أعمالهم وقضى حوائجهم، إلا 4 من الناس، 4 أصناف خرجوا بره الحزبة دي. مين يا جبريل؟ قال: قاطع الرحم، عاق لوالديه، مدمن خمر، والمتباغض والمتشاحن بين الناس. يبقى ال6 هم: الإشراك بالله، مدمن الخمر، المجاهر بالمعصية، قاطع الرحم، عاق لوالديه، المتشاحن. فأنت قضيتك فين في الكلام دوت؟ صالح أمك وأبوك. قضيتك فين؟ فلتر عقيدتك. قضيتك فين؟ إنك ترجع تصالح جيرانك وتصالح الناس وما تعملش عداوة مع الناس. قضيتك فين؟ إنك ترجع للرحم بتاعتك مرة أخرى. قضيتك فين؟ إنك ما تجاهرش بالمعصية. ربنا سترك، أستر على نفسك سبحانه وتعالى جل في علاه. ودي يا عم الشيخ نرجع عليها إزاي؟ قول ربي في كتابه. هقول لك الآية ونختم بها بعد ما تصلي على النبي. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: إلا من تاب، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا لنتوب، وأن يجعلنا جميعا من الفائزين في ليلة النصف من شعبان، وأن يبلغنا رمضان ونحن وراض عنا غير غضبان. قولوا آمين.